كل سنة وكل الناس طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك. تعالوا نشوف مقارنة ما بين احتفالات العيد عندنا في مصر هنا وقد ايه الناس بتسيب حاجات مكانها، واحتفالات الأعياد بره في ألمانيا، وازاي مفيش عقب سجارة موجود في الجناين. شايفين الناس بتستمتع بوقتها ازاي؟ الناس كلها جايبه حاجاتها ولا يمكن تلاقي حاجه مكانهم بعد لما يمشوا ويخلصوا الحفله الكبيره اللي الاف الناس من مدينه براونشفايغ هنا جايين يحضروها. خلصت الحفلة زي ما انتم شايفين، آلاف الناس كانت موجودة هنا. أول ما خلصت الحفلة العمال جم عشان يفكوا المسرح وكل واحد يشوف شغله. أحلى حاجة في الموضوع النظافة، كان آلاف الناس موجودة ومحدش رمى قشرة بونبوناية، محدش رمى عقب سجارة في الجنينة الواسعة اللي كانت الناس بتحتفل بيها زي ما انتم شايفين هنا. بعد ما شفتوا الفيديوهات اللي انتوا شفتوها والمقارنات الغريبه اللي انتوا شفتوها دي، عايز اقول لكم كلمه واحده فقط: اتقوا الله في عمال الزباله عندنا في مصر. وبجد كل واحد يروح يحتفل يعرف كويس جدا انه لازم يشيل حاجته مكانه، لان النظافه من الايمان. المفروض انا اقولها لكم، المفروض كل واحد فيكم متربي على انه النظافه من الايمان. سلام.